صباح الورد والياسمين لأحلى متابعين. طمنوني عنكم، إن شاء الله بتكونوا بخير وبصحة وعافية وسعادة يا رب. اليوم صبايا، بما أنه هذا اليوم الأخير من سنة 2022، بتمنى لكم السعادة، وبتمنى كمان كل مغترب هيك يجتمع بأهله وتحققوا كل أمانيكم على السنة الجديدة. تكون سنة هيك صحة وتفاؤل عليكم، والله يخلي أولادكم يا رب ويحميهم. هاي جايز، كيفكم؟ اشتقنا لكم كتير بمناسبة السنة الجديدة. بدنا نقولكم كل عام وانتم بخير، وخلص بدنا نحكي لكم ليش مبسوطين كتير بشان عيد ميلاد بنت خالتنا. أنت مبسوطة؟ ايه. طب ما قلتي له كل عام وأنت بخير؟ كل عام وانتم بخير. وألف خير يا رب. ألف خير يا رب. يا عمري، أنت اليوم عيد ميلاد مين؟ إلين. إيلين. مبسوطين ولا لا؟ كتير. كتير كتير. طب هلا قولوا لنا متابعينا، ايش بدكم تعملوا؟ شو رح تلبسوا؟ هلا احنا بدنا نقولكم اني بدنا نلبس احلى فساتين. ماما بدها تلبسنا وبعدين بدنا نورجيكم كيف لبسناهم، اذا حلوين ولا لا. هلا صبايا انا رح ابلش هون اجهز الاولاد، وبعدين ورجيكم كيف رح يطلعوا الاولاد، وورجيكم تحضيرات اللي انا رح اجهزها كمان. جاهزين بنات؟ ايه. يلا، ليتس جو. بلشت بتلييز الشعر لآية، بما انه كان اليوم عيد ميلاد بنت اختي، وسبحان الله عيد ميلادها بيصادف على يوم راس السنة. بقى الجمعة كلها بتكون ببيت اختي. من الصبح هيك كنت متحمسة، وانا قلت لكم بشكل عام اذا بيكون عندي شيء خلاص من الصبح انا بكون فايقة. قمت عملت دوش للبنات وقعدتهم عند الصوفاج، بحيث انه هيك البرودة كلها بتكون راحت من جسمهم من شعرهم. وقلت لهم بعدين بليس لكم ياهن على الفساتين او على الشغلات اللي انا بدي البسكم ياهن، لانه البدل تبعنا يا وآية اكيد رح يكونوا مختلفين. والحمد لله اللي ساعدني اكثر انه نوع شعرهم كتير كان منيح، انا ما طولت فيهم، يعني شغلة 10 دقايق كنت انا مخلصة لنايا ولآية. ما بتتصوروا الولد لما بيكون هيك في مناسبة عنده قد ايه بيكون مبسوط ومتحمس من الصبح، وهن عم بيحكوا لي على عيد الميلاد. هلا شعر الدول البارت 2. البارت 2 ايش بدك تعملي نايا؟ هلا بدنا نورجيكم اللبس. خلصت من شعر البنات؟ شلون عجبكم هيك؟ كتير. يخلي لي قلبكم انا. هلا لا شوف، يا بتحبوا اربط لكم ياهن يا اما اعمل لكم كعكه. نشوف. تمام اوكي. بس ما شوي غلا. شوي غره، تمام. صبايا هدول هنين اللبس اللي انا جايبتهم للبنات. طبعا هذا البدل انا شاركته معكم من الشيئين، وهيدا كمان كان من الشيئين، بس ما بعرف اذا هي الطلبيه انا كنت موجودكم اياها ولا لا. الفستان لونه احمر، اخذت عليه كولون لون ابيض، وهذا البدل التنوره مع البلوزه كتير حلوين. اكيد كل شيء على اللبس رح يبين، بس هلا في شغله شوي مترددة. أنا هلأ عندي كولون تاني أبيض رح ألبسها يا لآية. كنت بتمنى شي بمشتقات العسلي بيطلع أحلى، بس سبحان الله ما لقيت. رح أجهز البنات هلأ صبايا، ولحتى أورجيكم كيف رح يطلعوا وكيف بده يطلع اللبس عليهم كمان. 2 3. يلا، وأخيرا صاروا نايا وآية جاهزين. جاهزين. صبايا هي نايا وآية بعد التجهيز. أعطوني رأيكم، الله يخلي لكم أولادكم يا رب، وإن شاء الله أنتم كمان هيك دائما بتفرحوا قلوب أولادكم. آية ماما قومي وقفي ورجيهم لبسك. برافو. طلعوا على اللبس كيف طلع. يا سلام يا آية، قد ايه صارتي حلوة، صارت بنتي أميرة أنا. يا عيني، يخلي لي قلبي. وهي نايا، يا روحي انتو يخلي لي قلبكم. صبايا طلعوا لي هون عند الإيدين فستان نايا قد ايه بيكون حلو. عجبك نايا؟ كتير. كتير كتير. ايه. وانتي آية؟ كتير. كتير كتير، خلي لي قلبكم أنا. إيش البنات الحلوين جهزوا حالهم قبل ما أمهم تصير جاهزة. خلي لي أنا. يلا عودوا تفرجوا على الكرتون لبين ما تخافي. لبين ما أخلص. يلا يا هذا هو البدل اللي أنا رح ألبسه. كتير حبيت عند الإيد وبنفس الوقت اللون. شوفوا لي هذا البنطلون، البلوزة هاي بدها تنحط بقلب البنطلون هون. واللي عجبني كتير بالبنطلون إنه البيبيون تبعه هيك على طرف جاي، كتير رح يكون حلو. أكيد على قياس كل شي رح يكون واضح. العفو معه البوط العسلي، الشنطة كمان العسلية. اليوم المشتقات كلها رح تكون مثل بعضها. هلا هيك
أنا صرت جاهزة، بدي إياكم تعطوني رأيكم. قلت قبل ما أطلع من البيت بس هيك جهز حالي على السريع وورجيكم كيف أنا طالعة. صبايا بدي إياكم تعطوني رأيكم إذا كان طالع حلو ولا لا. هون البيبيون كمان إذا لفت لكم انتباهكم، هذا البنطلون نوعه بيجنن وكتير مريح. والشنطة آخر شي اعتمدت على اللون الأسود، حسيت كله بني ممكن يكون في غلط. ألبس الجاكيت صبايا ونازلة أنا، بس حبيت التفاصيل سواء كان لبس نايا وآية تظبيطهم أو إني أنا كيف جهزت حالي كله شاركه معكم، لأني أنا دائما بعتبركم جزء كتير كبير. وبنفس الوقت بكل فيديو بكون ناطرة تعليقاتكم إذا رح تقولوا لي نور كان طالع حلو، وأنا أكيد أي شي رح أصوره هنيك كونوا على ثقة كله رح أشاركه معكم. انتظروا. بايا شوفوا مين جبت لكم، البابا نويل. مو اعطيني بوسه، اعطيني بوسه. تعبان مو؟ عليك العافيه، ريت الوجه لخالتك يا قلبي. هلا رح امشي بهي الفقرات هيك بالتسلسل معكم. اول شيء قلت خليني ابدا معكم بالاكل. هون صبايا بعد ما طفت بنت اختي الشمع، فقلنا اول شيء نبدا بالاكل، وبعد الاكل هيك بشوي ممكن انت تاكلي حلو، لانه اذا بدك تاكلي انت الكيك الاكل نهائيا ما رح تحسني تاكلي. فالله يرزقه لجوز اختي، كان جايب البيتزا هيك بانواعها، عن جد كانت طعمتها بتجنن صبايا. اول ما حطوها ما شاء الله على الصفرة سبحان الله هيك، يعني اللون لحاله حكى. بديت مباشرة بالتصوير، قلت خلص اي فقرة انا رح اصورها كلها هيك شاركة انا معكم. هون كلاتنا هيك كنا مجتمعين على سفرة واحدة، الله يديم النعمة يا رب. وكنت كمان مشتيتكم هيك تكونوا معنا على هاي اللمة الحلوة. بعد ما خلصنا كلياتنا سبحان الله هيك بتحسي بعد الأكل انتي جسمك بحاجة شي انه تصحصحي، الخمول اللي عندك يروح. ساعدناها، خلصنا ضبطبنا، قلنا خلص خلينا نعمل القهوة. فأنا استلمت هون القهوة جهزتها، صارت هيك جاهزة. يا سلام هيك شوي بدنا نصحصح، كل شوي تقول نحط الكاتو، اقول لها خلص اجليه كمان لانه بتحسي خلص اكلتي انتي كفايتك. بعد مرور هيك ساعتين جبنا الكيك وقطعناه، عن جد قوامه كان كتير حلو وكانت طعمته طيبة. وعقبال كل سنة يا رب عن ولادكم، عن بنت اختي ان شاء الله هيك كلاتنا بنفرح بأولادنا، بنلاقيهم كل ما لهم عم بيكبروا اكتر، دائما بيكونوا بصحة. الله يحقق امانيهم يا رب. دائما انا بقول الله يطعم الولد ايام تكون احسن من ايامنا نحن، لانه دائما كل شي بيروح صدقوني بكون فيه شوية معاناة. الحمد لله على كل شي يا رب. وورجيتكم هيك تفاصيل السهرة كاملة، الولاد كيف عم بيلعبوا. دخيل قلبكم حسيتكم بهاي اللحظة انتم معي عن جد، لاني كل شغلة كنت احاول يلا بدي اشاركها معكم. اليوم انا وانتو رح نشوف اجواء راس السنة كمان بالمنطقة عنا، لاني اول مرة انا بحضرها. طبعا انا زوجي حضرانا كتير، يمكن لانه كانت آية كتير صغيرة وما كنت اجيبهم من الاصوات تبعت الالعاب النارية الفتيش. فاول سنة بعد ما خلصنا عيد الميلاد قلت له مصطفى ايش رايك نروح هونيك على الساحة. صبايا كانت نسبة الناس ما فيني أقولكم عليه، هذا بأول طرف اللي أنا شفته. هلأ الطرف الثاني كان لسه تجمع أكتر، حتى في عائلة أحكي لكم جايبة طبلة دربكة، ما بعرف انتوا ايش بتقولوا، لا عاملين أجواء هيك بينات بعضهم، عن جد كانت كتير حلوة. الله يهنيهم، حلو الواحد هيك ينبسط مع عائلته، ضلوا عم بيشوفوا اللحظات الأخيرة. بتكون تقريبا بال11 ونص 12 إلا ربع، هون الصوت ما بيوقف. يعني أنا للحظة هلأ قاطعته، أكيد رح أسمعكم إياه.
الأمنية. يلا اطلبي. لا هي تركيا لحالها بتنطفى. ما بصير شي، روحي هي لحالها بتنطفى هلا. أنا عم بصور لكم وبيني وبين حالي عم بدعي. شفتوا آخر 5 دقايق إنه إذا عندك أمنية فيكي أنت تدعيها. رح أقول إنه الله يوفقكم لإلكم كلاتكم ويوفقني لإلي يا رب. ولهون حبايب أنا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا انبسطتوا وأنتم عم بتشوفوا الفيديو. عجبكم عيد الميلاد، التصوير، اللبس، أي شي بدي أشوف تعليقاتكم. بشوفكم فيديو جديد، بحبكم، بقلكم سلام.